الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، أهلا بالحبايب، أهلا وسهلا، يا مرحبا. النهاردة بقى ايه من البرد الشديد اللي احنا فيه ده، بقى ايه هنعمل لكم فيديو كده يا رب يعجبكم ان شاء الله. كده ايه هنجيب، لو عندك نص كيلو كنافة في الفريزر او مش في الفريزر ممكن تشتريه وتحطيه في الفريزر ساعة او تضربيه في الكبة، التلاتة دول ايا كان منهم. وبعد كده بقى ايه تفرفتيه حتت كده، خلاص كده بالظبط كده. هو بس بيبقى في الفريزر اسهل، يتكسر بسرعة كده بنفس الشكل ده كده. وبعدين هنعمل منه وصفة حلوة اوي النهاردة، وتنفع لرمضان كمان ان شاء الله بإذن الله، وعليكم بخير. كده نخلص كل الكمية كده تمام اهو بنفس الشكل ده كده. بعد كده بقى هنجيب ايه، 3/4 كوباية سكر بودرة. يعني ممكن تعمليها كده، وممكن تحطيها كنافة عادية خالص، بسمنة بسكر، وتحطيها في الفرن تحمر. اهم حاجة ان احنا عاوزينها تحمر، سواء بقى حطيتي فيها السكر البودرة كده ومن غير سمنة وحطيتها في الفرن الاول، او حمرتيها على البوتاجاز. المهم تحمريها باي شكل يعجبك كده تمام. المهم تبقى كده هو مفرفته خالص كده وناعمه كده نفس الشكل ده كده. احنا هنتخيلها دقيق تمام اهو. بعد كده بقى نحطها في الصينيه كده وندخلها الفرن، او ممكن تحطيها في طاسه وتحمري وانت واقفه كده على عين البوتاجاز. بس ايه يعني لو مش فاضيه ومشغوله فكده اسرع، يعني في الفرن اسرع. تسيبيها وبعدين تطلعيها وتقلبيها، تطلعيها وتقلبيها، كل لما تلاقيها بنفس الشكل كده تطلعيها كده وتقلبيها كده. لو ما لقيتيهاش لسه، عشان يعني ايه ما تحمرش من جهه وجهه، لا، وبعدين تبقى ايه كلها واخده اللون يعني. تمام كده كده تمام. ممكن بقى في الحالة دي تضربها في الكبة، وممكن مش مشكلة الحبة دول مش مشكلة، يعني فيها حتت خشنة مش أي مشكلة خالص. تجيبي بقى صينية الفرن تدهنيها سمنة، وبعد كده بقى تحط الكنافة اللي كسرناها دي كده، وبعدين تسقيها شربات خفيف. يعني احنا كده كده عاطينها سكر، فتسقيها شربات خفيف كده لحد بس ما تتماسك كده وتوزعها في الصينية كده. كده بقى ايه تضغطي عليها في الصينيه كده علشان تبقى تتمسك في الصينيه وتطلع ايه، ما تبقاش مفرفته كده. بطبق بقى بايدك باي حاجه بقى ايه، المهم تضغطيها كده. هتحطي بقى كل الكميه في الصينيه كده، وبعد كده تجيبي ايه اهي. بعد كده تجيبي السمنه بقى وترشيها سمنه عاديه بقى خالص كده كده. لحد كده بنعمل كنافه عاديه خالص اهي. السمنه البلدي تسيحيها وتحط ترشيها عليها كده. عارفين طبعا الكنافه لازم سمنه، لازم سمنه يعني، وسمنه بلدي كمان يعني لو امكن يعني. كده بقى سقيناها السمنة والشربات، شربات خفيف يعني. اه. بعد كده بقى هندخلها الفرن تحمر. هندخلها الفرن تحمر تاني، يعني تاخد لون كمان. بعد كده بقى هنيجي نعمل بقى القشطة بتاعتها بقى اللي هي ايه، آه، دول على قد المقدار كوبايتين لبن، ومعلقتين نشا، ومعلقتين دقيق، ومعلقتين سكر، وذرة فانيليا. كوبايتين لبن، معلقتين دقيق، معلقتين نشا، وذرة فانيليا، ومعلقة كريم شانتيه اللي هتخلي الكريمة ديت اكنها كريمة حلويات فعلا، وتزوقي بيها التورت. هتديكي طعم الكريمة اللي تزوقي بيها التورته، حلوة قوي. لما تضيفي معلقة الكريم شانتيه دي بالظبط كده على معلقتين الدقيق، ومعلقتين نشا، وكوباية اللبن، وذرة فانيليا على البارد كده. وبعدين تحطيها على النار لحد ما تبقى اهي، لحد ما تبقى مهلبيه بمكبكه كده خالص. هي مهلبيه بس طعم الكريمه. جربي الطريقه دي هتعجبك قوي. هنسيبها بقى تبرد خالص خالص خالص، وبعدين نطلع الكنافه من الفرن، وهنشوف بقى نكمل وصفتنا ان شاء الله. كده طلعت باللون الذهبي الجميل ده في الفرن ومتماسكه، بس لسه سخنه وانا عاوزاها تبرد خالص، عشان بعد كده بقى هنعملها معامله التورته بقى. لحد كده هي كنافه، الوقت هنقلبها تورتايه الوقت.
وهتبقى احلى تورتايه اقتصاديه جميله جدا كده. المهلبيه بردت اهي، شايفين مش مهلبيه على فكره، هي كريمه. يعني هي كريمه بمعلقه الكريم شانتيه دي ودتها ان هي بقت كريمه فعلا. هتوزعي بقى ايه الكريمه او المهلبيه دي او القشطه الكدابه دي على الكنافه بالشكل ده كده، واكنك بتزوقي تورتايه بالظبط. والله حلوه قوي وجميله قوي، وجربوها وان شاء الله هتعجبكم واقتصاديه، وهتشوفوا شكلها دلوقتي هتنبهروا بيها لانها فعلا شكل التورتايه فعلا، وطعمها حلو بما انها كنافه بس طعمها حلو. هتسويها كويس بقى كده. كده تمام. يعني حاولي تسويها كويس يعني. هي كده كده هتتدار اهو. انت ممكن بقى تطلعيها من الصينيه، بس انا ايه خلاص يعني كسلت اطلعها من الصينيه فسبتها كده. هي المهم المنظر والمهم الطعم. بقى هنجيب بقى حاجه في النص كده زي سكينه مثلا، وتجيبي شوكولاته مبشوره، شوكولاته خام مبشوره كده، تبشريها بالمبشره، قطعه شوكولاته صغيره كده لو عندك يعني، تبشريها بالمبشره كده بالظبط كده. وبعدين ترشي بقى عليها على جنب منها، على نص منها كده تمام اهو. حطيهم بقى كلهم، هي حلوه قوي وخليها طعمها حلو صراحه يعني. اه كده تمام. بعد كده نكمل بقى ايه، نكمل التزيين بتاعها بقى ايه، نخليها تورتيه بقى وشكل التورتيه فعلا. هنجيب موز وتقطعيه شرايح كده وترصيه داير داير كده عليها على الصينيه كلها اهو بنفس الشكل ده كده اهو. بس بتعملي كل ده في وقت ساعتها عشان خاطر الموز بيسمر، فانت لازم تعمليه وانت واقفه في ساعتها كده اهي. شفت بقى دلعنا الكنافه وخليناها تورته ازاي. كلها بقى كلها خالص. كملي بقى كده يعني صباعين 3 موز لو عندك. يعني انا بوريكي وصفة يعني اقتصادية قوي، منها كنافة ومنها تورتة ومنها حاجة كده للتقديم حلوة، وحاجة تنفع لرمضان برضو. احنا في رمضان بنحب نفكر ونألف في الحلويات، كل يوم وصفة حلويات شكل. بنحب نعمل كل حاجة في رمضان، سبحان الله في رمضان بيبقى الواحد عاوز يعمل كل حاجة، حتى لو ما اتاكلش منها حاجة يعني، بس لازم نعمل ان شاء الله بإذن الله. وعليكم بخير يا رب. اللهم بلغنا رمضان جميعا يا رب. كملي بقى كل ده بقى اهي. بعد كده نجيب فراولة بقى. على فكرة الفراولة دي كانت مجمدة عندي في الفريزر برضو، تديها شكل بس تقسيم كده بالسكينة، وبعدين ترصيها برضو كده اهو. شايفين الجمال والشكل ده بقى. يعني الحاجات ديت ممكن بنوتك الصغيرة تعملها وتتعلم فيها وتبقى حلوة اوي. كده تمام. ايوه كده، اي شكل يعجبك بقى. حلو اوي اهي. شايفين الشكل والجمال بقى. التورتايه دي ولا لا؟ اهي احلى تورتايه اقتصاديه وموفره جدا وحلوه، وفواكه حلوه تتاكل وطعمها حلو، وكنافه اخرى طعمها حلو كلنا بنحبها واعملي الوصفه دي وجربيها، وبالف هنا وشوف اللي جربها ويعملها ان شاء الله. يلا هنسيب دول فين بقى، نحطهم هنا وخلاص اهو. احنا صايمين معرفناش بس ايه ندوقها لكم. شايفين الجمال بقى. والله تورتايه، ولو قطعتي منها خرطة بقى يا سلام بقى. وفي التقديم لو قدمتي منها حلوة قوي. جربوا بس الطريقة دي وان شاء الله تعجبكم. تمام. كويس كده تمام قوي، حلو قوي وشكلها حلو ظريفة. ان شاء الله هنقطع منها خرطة. طبعا الكنافة قافشة شوية لان الكنافة هي كنافة اهي، طلعت بالشكل الجميل ده بقى اهي. هي كده كنافة يعني، هي تورتاية بس هي كنافة بس شكل التورتاية. بس انا صايمة بقى مش عارفة ادوقها، لكن هي جميلة قوي هتعجبكم ان شاء الله بألف هنا وشفا. ما تنسوناش في اللايك